ورحمة الله وبركاته. الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، لعب 3 مباريات. طلائع الجيش وبتروجيت. قدر بتروجيت انه يحرز هدف في الدقيقة 32 عن طريق بدر موسى وياخد 3 نقاط مهمة جدا بعد الإخفاقات اللي في ال3 أسابيع اللي فاتوا، عشان يخلي شكله كويس في الجدول شوية. ثم مباراتين تانيين، حرس الحدود والمصري والزمالك وسيراميكا بيلعبوا لصالح النادي الأهلي، الله يبارك لهم. النادي المصري اتعادل مع حرس الحدود، كانت مفاجأة بالنسبة لي لأن المصري السنة دي فرقة قوية، محدش يتوقع انها تتعادل مع الحرس، لكن الحرس عطلها عشان الحرس عشان المصري يبقى 11 بونت وبعد التعادل ده، والزمالك 10 بونت بعد التعادل ده مع سيراميكا، وينتظروا النادي الاهلي يلعب مباراه هيكسب هيتساوى مع النادي المصري. وطبعا النادي الاهلي طبعا عارفين من الفرق اللي لما بيركب ما بينزلش بسهوله. فالدنيا الخمسه دول ال4 دول ومعاهم سيراميكا بيراميدز واهلي وزمالك ومصري وسيراميكا، ال5 دول الدنيا قريبه بينهم بعد 5 أسابيع، ولسه معانا 12 اسبوع هنشوف الدنيا هتروح فين وهتيجي منين. وبكره في ان شاء الله 3 مباريات ان شاء الله نشوفهم ونتكلم عنهم على خير.